الجيريان دمي حار وما نوليش اللور. الناس يسيو يعطوا تفسير لاي شيء يديروا المدرب الوطني. حنا كنا نقولوا من قبل انه الرطوبه راح تكون عامل مؤثر، وحنا رانا فيها اليوم. الحراره تكون عامل مؤثر، الجهد البدني حيكون عامل مؤثر. الاشياء هذه قلناهم، ولكن واش ما يقولش المدرب اليوم بعد الخساره اين الدور تاعك؟ اليوم تقول لي حنا نقول لك بلي في كوت ديفوار نسبه الرطوبه عاليه وراح تكون مرهق بدنيا، يعني اشياء تعرفها. وانت تكلمت اليوم الشيخ قلت لعبنا تسيير اللقاء. انا قلت لك انا معك تسيير اللقاء. هذا تسيير المباراه يعني كان من بين المعطيات، يعني الجانب البدني والارهاق والرطوبه العاليه والحراره. عملت على الناخب يعني كانوا المعطيات كانوا عندك صافي ديل ديبار باللي المنتخب ديالك يقدر يشد حوالي شوط مثلا، على اقصى تقدير شوط، بلا ما نقول لك لاعبين عائدين من اصابه، لاعبين يعني رفدوا لو بوان، كاين عده مشاكل. وسط ميدان لاول مره قلتها لي، وسط ميدان لاول مره يلعبوا كيف هذه المعطيات تاخذها. حنا اون بريمير كنا بيان، بدات المنتخب بيان، سجلنا هدف، ما قدرناش نسجل اكثر من هدف بونجاح رائع جدا. فكرني في هدف ريفالدو مع برشلونه كونتر فالونس، هدف رائع، لا باس تاع دو رائع جدا. دوماج ما تحسبش، ولكن كملنا 1-0. الشوط الثاني كان باينه بالمعطيات اللي عندك، انك ما تقدرش تشوت بلون فيزيك. كنا قادرين المدرب هذا ماشي عيب تربح 1-0 مع انغولا. بور ما انغولا بارمي لي ماتش اللي شفتهم حافظ على النتيجه. اقل المنتخبات قوه من الناس اللي اسمحوا لي، من المنتخبات اللي كنا نشوفهم ضعاف، ولكن كنا قاعدين نحافظوا على النتيجه لانك حتى نهار بدنيا. اليوم كيقول لي الحراره والرطوبه كنا حابين نربحوا، كنت حاب تربح، لا كنت حاب تخسر. حنا البيبي كنت هاد الاشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. كلام للاستهلاك، رانا متاثرين وراح نرفع التحدي، راح ترفع التحدي، ولكن نتكلم معاك عندك المعطيات بلي انت الفريق تاعك ما يشدش لاعب ماندي يمشي في نهايه الامر. هذه مسؤوليه المدرب والطاقم الفني. اليوم انت ريسكيت حبيت تربح 3-0 بلاعبين خلاصوا من الناحيه البدنيه. هذا خطا للمدرب ولا خطا لي انا. اثنين، اليوم المدرب في وقت سابق نولي اسمح لي الشيخ للمطبلين، الناس اللي كل ما تقول حاجه تشوفها على اساس انا على صواب والاخر على خطا، لسنا بصدد المبارزه ولا المنازله هنايا، ولكن نعطوا معطيات ممكن يكونوا على صواب، ممكن تاخذوا بها، ولا خطا ما قلنا والو. ولكن الناس يروحوا توجور يكونوا اغريسيف معك، لا انتم اعداء المنتخب، انتم لا انتم كذا انتم كذا. حنا تكلمنا في عده مرات، لو كان تاع مثلا محرز نجم كبير فوق العاده، اليوم ولا كاين اليوم لو كوبيناج، كاين الصحبه في المنتخب يقولها لنا صراحه، وعديد من الناس تكلموا على الكوبيناج. كنا نقولوا في مباراه الكاميرون اذا شفتوا في الجزائر كان الناس كلها لابن بلايلي ومحرز براتيمون دوزيام ما مشاوش، يفالي فعل لو شونجمون. خلانا نفهموا المدرب في ذهنه انه كاين دي جوار انتوشاب، خلاهم حتى الدقيقه الاخيره ما تجيناش لا كوب دي موند. بون سيتي دي ديتاي صح جو سي، من النتيجه النهائيه ما تجيناش لا كوب دي موند. اليوم محرز ما كانش لسبب ما كانش في المباراه، وكل الناس كل الجزائريين كلهم لي بلاطو ابو تريكه كلها قالت الناس هذو كامل ما يعرفوش الا انت. كان فاسي سي فري يقدر اليوم ما يقدرش يملك بلوس. انت تخلي لي جوار ديك ما كانش مليح، تخليه دخل جوار يلعب فيه في لو ميم بوست تاعو، بصح تحطو كوتي غوش وتخرج جوار اللي كان مليح. وين كان جيني شويه هذا المنافس جيني انا دخلت لكم الناس، انا مانيش هضر كمدرب، نهضر على الاقل كمتابع. يا اخي انت كي نتكلموا نقولوا حنايا من الاسباب اللي ما قدرش والناس يبرز مع المنتخب لانه ضحيه المنصب اللي يلعب فيه، يلعب في نفس المنصب رياض محرز، ورياض محرز نجم فوق العاده ما يقدرش يلعب. ما تقدرش تجيبو انت وتحط له على الكوتي غوش، بعد ديروا افون سونتر، ديروا سونتر باسمين دي ماشي بهذه الطريقه. نحس بكاين نوع من الارتجال في الاختيارات، وبالتالي واش اللوم على المدرب. تي مدون ديكسبليكاسيون. انا اليوم كنا حابين نربحوا ولكن الرطوبه، ولكن ضيعنا فرص. هذه الاشياء شفناها، على هذه الاشياء ماني معك، هذه الاشياء شفناها. ماذا فعلت انت اليوم باش تغير هذا المعطى؟ عندك المعطيات اللي تخليك اليوم تحافظ على هدف مقابل الصفر. تكلمت وانتهي عند هذا، قلت المدرب منتخب انغولا قرا اللعب، دار ان بيتي شونجمون باسكولا بين لو ماتش، غير مجريات اللقاء. هنايا
كنا براتيكمون في نهايه الامر خلاص في نهايه المباراه ما كاشنا ما شفناش براتيكمون ولا فرصه في الشوط الثاني الا لا بالاريتي هذه. خليني نكمل هنا نكمل. انت قلت لي في الكوليس دخل لما حدث باش يدير بالاريتي دخل حطها في الجول يا رياض، ها جاي حطها في الجول عطاها للشيبي باش حطها في الجول. يعني حتى وين حوس لي عليه انا اشتبك. انا كنقول لك كي قلت لك الحاضر الغايب ما كانش عنده مان با ثقه. انا كي صفر الحكم قلت دوزيام بيت ايا سي بون اكيد كاع قلنا دوزيام بيت وكان معايا هشام الهدف الثاني. مي اذا ما عطاكش الاضافه واش حدير به؟ اليوم قلت لك قادرين نجوزو، قلت لك قادرين ميم دوك ما نجوزوش بريمي ميم يزيد بريمي ممكن تجوز تروح ليكارت تروح بعيد، لانه المعطيات الاولى تاع الجوله الاولى توتي بوسيبل في هذا الوضع. ولكن اسمح لي برك الاخطاء اليوم لازم نقولوا فيها اذا كان المدرب هو ارتكب خطا تكتيكي ولا في الخيارات عليه يتحمل المسؤوليه. يعني اديفو ماشي لي جورناليست ماشي الراي العام ماشي لي 8 اللي ربي يديهم يولي سيدي كنا حابين نربحوا بس الله غالب الانفس. يعني هذوك 3 نقاط المأموريه تصعب ما نقولش من اجل التاهل على الاقل من اجل احتلال المركز الرياضي. وقلنا احنا الحسابات مهمه في دوره كبيره مغلقه، لانه المركز الرياضي يعطيك فرصه تبقى في بواكي لي روبير سون تلعب ضد منافس اقل قوه مقارنه بالمنتخبات اللي تاهلت الى الدور الثاني. هذا شيء اكيد. احنا ما بديناش بقوه، ولكن اليوم على الاقل من الناحيه المعنويه نقول اليوم كاب فير ربحوا مع غانا، مصر ديفيسيلمون لو 2، تونس خسر مع ناميبيا، الكاميرون غيني ماتش نول، موريتانيا ديفيسيلمون. ولكن يعني نتكلم بكثر على الجروب تاع الجروب اللي قاعدين نلعبوا معاهم في الدوزيام تور. دون لو كا ما نكراسيش بريمي دوزيام نروح في الجروب تاع مالي تونس. انا في اعتقادي انه تونس ومالي يكونوا في المركز الرياضي. ناميبيا اليوم ناميبيا ربحت تونس، صافي تقدر تكون دوزيام ما طاحش مع تونس مثلا، ممكن ناميبيا تكون الاولى. يعني اليوم حسابات تخلطت شويه لان مصر مثلا يقدر ما يكونش بريمي يجي جروب، يقدر ما يكونش بريمي ما تكون ميور تروازيام تقدر تلعب مع الجروب تاع الكوت ديفوار اللي يكون بريمي في الجروب تاع الكوت ديفوار، تكون بريمي تلعب على البريمي تاع الجروب تاع مصر والغانا. الغانا خسروا صافي ممكن تروح تروازيام وتطيح ما طيحش مع مصر، تشوف ايفيتي مصر من جهه لا غروسينادري تشوف ايفيتي على الاقل بعد معطيات الجوله الاولى. ولكن حتى اللي حيكون بريمي في الجروب تاعو يعني اون ايكيب سيربريز صافي دابا عنده امكانيات تجوز للدور المقبل. في النهايه الحسابات ممكن على ضوء نتائج المباريات الاولى شويه بدات تسقط، لكن يبقى لو ديبلاسمون تخرج من تم بواكي وتروح مثلا لابيجان كان ايميديتي اكبر بكثير من بواكي. لو فات تشوف ديبلاسي ديجا راك خاسر. اثنين لو فات تروح براشا مير تروازيام معنويا راح تنهار. ولو تقول لي سي يروحوا لك لي روبير